البنات اللي حابة تغير من نفسيتها وتوجور تكون مريضة مكتئبة، جي تخدمي تلقي روحك غير مريضة ومزيتة الماشينة ومجمعة بلا خدمة بلا طاقة إيجابية، روحي تتفرجي هذا الفيديو راه سبيسيالمون ليك وفيه العديد من الثمار والفوائد. صلات لي انا من قبل وبالتجربة، يعني نحكي بالتجربة. راح نطبقوا برنامج مع بعضنا، شوفوا كيفاش كنا وكيفاش ولينا. خطوات بسيطة، ديري النية وتوكلي على رب العالمين، ان شاء الله تخرجي من القوقعة اللي راكي فيها. دونك قبل ما نبداو ما تنسوش تصلوا على الحبيب المختار محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنسوناش في ابوني جيم كومونتير اذا عجبكم الموضوع، ويلا نبداو. ملي تشعلي الماشينه وانت تشوفي فيها تزيتيها قاعده بلا خدمه بلا طاقه ايجابيه، خدمه الناس تستنى، وعود كاذبه. مع العلم تبغي تخدمي دخلي ديك الجورني تاعك، واش هي ما تقدريش تعيي، كون تلقي غير شويه راحه وترقدي، تبغي غير رقاد غير رقاد، تحسي حاجه قعدت لك بين كتافك، ما كان لا بروجيات لا مشاريع لا تقدم لا زبونات لا جديد، ما لا بغيتي تغيري من نفسيتك رواحي هنايا عندي. ومشي شرط الخياطه، ما تقدروا تطبقوا هذا البرنامج في جميع المجالات، يعني المجالات اللي تهم المراه خاصه في البيت تاعها. ها روحي صاحبتي نعطيك الفائده والحصول اللي تربحي بهم في دنياك واخرتك. حاجه سهله برك بصح تبغي الخدمه والتركيز، وتبغي تكوني اجور مع هذا البرنامج، وما تسمحيش ماشي خاطره زوج ثلاثه صاي تكرهي، لا ما لازمش تكرهي باش تخرجي بهذيك النتيجه اللي غادي ترضيك. هذه تجربتي اللي غادي نحكيها لكم بالتفصيل، وانتوما ديروا النيه وشوفوا النتيجه قبل وبعد بيان سور. تشوفوا قبل كيفاش راكم باش من بعد ديروا كومباريزون افون ابري، يعني تكونوا قينتوا كيفاش كنتوا قبل وكيفاش راح تولوا بعدا. تلقوهم مكتوبه في صندوق الوصف، نتوما ديروا عليه كابتور ديكرون ولا ورقه وستيلو، انا نهضر وانتوما تكتبوا، يعني نتوما احرار. الان النيه والندم على ما فات هما كل شيء باش تبدي البروغرام هذا. لازم النيه، ديري النيه باللي ربي كي ديرها فيه كونفيونس باش يخرجك من الازمه اللي راكي فيها، يعني دركا تدعي ربي وديري النيه في القلب. وثانيا تندمي على اي حاجه درتيها في حياتك، اي حاجه ندمي عليها ندم شديد، سي بون صح. الخطوه الثانيه غادي تشوفي حياتك باللي كيش غادي تتبدل من الأسوأ للأحسن بالمطول، وكديري تعرفي باللي تبدلتي انتي، تشوفي كومباري روحك، ديري ورقه وستيلو كتبي صباح شا كنتي ديري، واش هي العادات اللي كنتي ديريها صباح نص النهار العشيه بعد العيشه، والعادات السلبيه نحيها من حياتك، فهمتي؟ هذيك اللي كانت سلبيه وتاثر فيك نحيها. تروحوا الخطوه الثالثه، تخلصي من اي حاجه قاعده وزياده عندك في الدار. باغ اكزومبل عندك قواطه خاويين، بناك مهرسين، امطارق مقرودين، زجاج مشقوم، طباسه مكسرين، متبيتيش القمامه اكرمكم الله في الدار، لازم تخرج هذيك القمامه لانها مصدر الشياطين. باختصار اي حاجه ما عندهاش لازمه ارميها عليك، خلي ديك الطاقه السلبيه تخرج من الدار. وصدقوا اللي قالوا صليح ماشي مليح في الليل. الأذكار لازميهم، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الخروج، السفر. مهم كاين كتيبات صغيرين تاع حسن المسلم، اشري واحد تعلمي تقري كتيبات، ثقفي روحك. والله جرينا مور الدنيا بزاف وما لقيناش اللي وعينا. يجي واحد النهار وين ربي يفطنك، باسكو ربي يبغي لك الخير وربي يبغي عباده الصالحين، سما بربي باش حبنا راه فطنا لهاد الامور والحمد لله. دونك نشرو حسن المسلم صباح كي نوضو سهله نديروه تحت رسالنا، وكي نوضو الصباح نقرو اذكار الصباح اذكار المساء ايه الكرسي. وحبيت تاني نذكركم بعد كل صلاة عندكم تاني أذكار لازم تذكروا ربي، اللي هي تحمدوه وتشكروه على النعمة، وسيلوفوا زيدوا ركعتين زيادة شكرا لله اللي نطو قمتوا وصليتوا في هذاك الوقت، باسكو كاين شي ناس راهم غافلين بزاف على الصلاه، وانا كنت واحده منهم. نبغي توجور ناكتيفي صوالحي على الصلاه وهذا خطا. الحمد لله داركت الخطا وعاودت رجعت لطريق ربي الحمد لله. كل مره شويه نصحح من روحي منا. المهم ما نطلقش طريق ربي، باسكو طريق ربي هي اللي توصلنا، وطريق ربي هي اللي عليها العمده والصح، واللي شد في طرفه ربي ما يخيب. مثلا شري سباحه الكترونيه تقدري تسبحي بها حتى 3000 تسبيحة، وعيشي هذيك التسبيحة وركزي على الهدف تاعك باش توصل. الاستغفار كنز من كنوز الفرج. ربي واش يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. يعني استغفري بنية الرضا باش ربي يرضى عليك، وإذا رضي أدهشك بعطائه. مش انتي مكحلتها ودايا طرقان العوجين بغي ربي يرضى عليك، لا، لازم تكون متوفرة فيك جميع الشروط باش ربي يرضى عليك. يا أخي صح، احنا خطأ كي نقولوا
يا ربي يعطيني، يا ربي يغنيني، يا ربي يفرج عليا، يا ربي يرزقني. صح هذا الدعاء مليح، ولكن كي يكون ربي راضي علينا هو ماشي راضي عليك، وتلقي روحك في بلاصتك تدوري وتقولي علاش الناس طلعوا وانا مازلت في بلاصتي، علاش الناس نجحوا وانا مازال، علاش تاخر الحلم تاعي، علاش 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 علاش. ويبداو هذوك لي كيستيون يدوروا في راسك باسكو ربي ماشي راضي عليك. دونك واش ديري؟ صححي روحك، نفعي روحك، بدلي حياتك، مازال كاين وقت للتوبه. وبالنسبه لمصطلح التوبه ماشي معناه راكي حارقه الجوامع وراكي خارجه الطريق والعياذ بالله، لا. توبه مليحه في اي وقت تغلطي ترجعي لربي، لازم تصحيها بيا ربي يرضى عني، يا ربي يرضى عني، يا ربي يرضى عني. كون تصيبي الصباح والعشيه تقوليها بعد اذكار الصباح اذكار المساء، ابداي يا ربي يرضى عني، يا ربي يرضى عني، يا ربي ما تضيعنيش، يا ربي كون معايا، كون سند، يا ربي لشتني ابتعد عنك ردني اليك ردا جميلا. هاد الادعيه الشابين هادو اللي يبينوا لك بلي ربي راه راضي عليك وان شاء الله يرضي علينا كاع كيما رانا. دونك احنا لازم ننصحوا كلمه يا ربي يعطيني وغنيني وكذا وكذا بيا ربي ارضى عني، وتيقني بلي ربي ما غاديش يخليك وحدك، راح يكون السند تاعك في اي مرحله في حياتك. تي مهم ديري النيه فيه سبحانه. طريقه الاستغفار ماشي استغفار تقد بها كصباح وتبقى استغفر لا. شوفي مثلا راكي راكبه في البيس تستغفري، في الطاكسي تستغفري، تستني تورتك عند الطبيبه تستغفري، تستني تخرجي وليدك ولا بنتك من المدرسه، يعني هذاك الانتظار تقتليه بالاستغفار. مع الوقت غادي تولي عندك عاده تولي ما تقدريش تستغني عليها ابدا. ومزيدك حاجه صحابات، قلي عليك الصحابات، قلي عليك الناس اللي ما فيهم نفع للواد ادفع. وقتك يكون ثمين، اقضيه في الصح، ما تضيعيش دقيقه لانك ستسالين. وتذكري السوشيال ميديا يعني المؤثرات اللي راها فيهم، ما تضيعيش دراهم اللي تفليكسيهم وتطيبي عليهم وتنحرقي وتخدمي وتتعبي وتعرقي، تروحي تفليكسيهم ومن بعد تروحي اسنسنا نروح اليوتيوب نشوف واش راهم يهضروا على فلانه، اسنسنا نروح اليوتيوب نشوف كش ما جديد على هذيك فلانه. فهمتوني؟ هاد الناس قلوهم عليكم سواء في حياتكم ولا في لي ريزو سوسيو. باسكو علاش راح تدي عليهم اثم كي تشوفي لي فيديو تاعهم طلع عليهم لي في، وكي تبارطاجيهم للناس راح تدي عليهم اثمين. وغدوه لو كان ما راكش في الحياه وراكي لهيه في بلاصه، ما غاديش تلقي شكون يمحي لك الذنوب تاعك، غادي تخلي عندك اثم موراك، غادي تخلي عندك ذنوب موراك ياكي. ما كاش اللي غادي يمحيهم لك ابار انتي عولتي باش تسقدي حياتك وتعاودي تبدي من الزيرو مع ربي سبحانه وتغيري نفسك من الأسوأ للأحسن. باسكو حنا هما الجمهور المتابع تاعهم، يعني حنا اللي نطلعوهم حنا اللي نهبطوهم، الوغ كو باش نطفوهم واش نديرو؟ ما نتابعوهمش. ديزابوني اي وحده مؤثره طريقها ماشي مليحه، ديزابوني الكونت تاعها، خرجيها من حياتك، خرجي الناس السلبيين من حياتك. ربي خلقك ليه باش تعبديه، ربي خلقنا ليه باش نعبدوه، وخلق المغريات ايضا تاع الطريق باش يشوفنا اسكو نروحوا ليهم ولا لا. حاجه واحده اخرى حبيبتي، عوضي هاد السوشيال ميديا عوضيه بقصص الانبياء، تعرفي على شجره الانبياء، تفقهي في الدين تاعك، غيري طريقه لبسك، طريقه نومك. مثلا تسهري في الليل حتى للفجر، كي اذن الفجر اني عيانه نروح نرقد، ظهري راه واجعني من الكونيكسيون. كيفاش غادي تقابلي ربي وانتي بهاد العقليه؟ الا كان حشيتيها لواحد في الدنيا ما غاديش تحشيها لربي سبحانه. قيام الليل على الاقل ركعتين، ربي خلقنا باش نعبدوه، فهمتي؟ اتركي ما لا ينفعك واكسبتي ورحبي بالحوايج اللي يزيدوك حسنات. تعلمي تصدقي، تعلمي تخرجي، تعلمي سبحان الله باش تشوفي باللي في اليوتيوب ما مشي يهضروا على هاد الصوالح هكاك مؤثرات، تلقيهم يهضروا على الحاجه الفانيه، على مكياج، على كيفاش تستيكي روحك، على غيري روحك، ديري الدراهم وديري بصح قبل ما ديري الدراهم، قبل ما ديري هاد الصوالح سيفري هما صوالح ايجابيين للمراه باش تتقدم سيرتو المراه، لكن نسي نديرها بحدود دينيه، حدود شرعيه. مثلا محجبه مستوره، حجاب شرعي الله الله، ما ديرهاش قطره مكياج في وجهي، شعري ما يبانش، منحيا الاكسسوارات. فهمتوني؟ فالصحبه الصالحه نصاحب وحده ولا زوج برك، نروح للجامع نقرا، نجود، نرتل، نقرا القران، نعلم بناتي اذا كنت نعرف التجويد، احكام التجويد نعلم بنات، نعرفهم على الدين تاعهم، نكون شاريه كتيبات صغيرين هذوك اللي يدعوا للحجاب واللي يدعوا، نفوت نكون داعيه في نفسي، نوجه نفسي للطريق الصحيح، ومن بعدها نروح للناس نبدا نوزع على الاخوات اللي مش محجبات الكتيبات هذو كاع انا فت فيهم، انا كنت ندير هاد العبسه والحمد لله. كاين شي بنات نتلاقاهم
بعد 4 سنين 5 سنين يقولوا لي انت وجهتينا وانا فرحانين بيك، شوفوا، ويعطوك ديك الدعوه الصالحه. والله الحمد لله، بغض النظر على واش رانا نعانو في حياتنا، بصح هذيك الدعوه هي اللي توقفك، هي اللي تخليك صحيحه. جوغ هذيك الدعوه توقفك على كرايك، تقولي الحمد لله درت اثر، خليت اثر في المجتمع. وحاجه تاني، هما يعقلوني انا ما نعقلهمش، الحمد لله جات دايره كيما هكا ليسونسيال. قادره هذيك الدعوه تاع هذاك الانسان هي اللي ترفعك. دونك واش باغي نقول لكم، هذا الفيديو ان شاء الله يكون نال اعجابكم ونال رضاكم وتولوا خير مني وتطلعوا، لكن فيما يرضي الله، تنجحوا فيما يرضي الله. خلوا هذيك الحدود بينكم وبين ربي وبين الناس وبين المتاهات والمغريات وكل شيء، وصحوا اخطائكم، صحوا حياتكم، وتبعوا البرنامج اللي راه ايبانغلي في اول تعليق. ديروا كابتور ديكرون وتبعوه ان شاء الله يا ربي تخرجوا من القوقعه السلبيه اللي كنتوا فيها وتروحوا للافضل وتشوفوا النور وتشوفوا الحياه الجميله مع الله. نتمنى من كل وحده تطبق هذا البرنامج وتتواصل معايا على الواتساب ايبانغلي ايضا مع البرنامج. تواصلوا معايا في الواتساب قولوا لي كيفاش تغيرت حياتكم. انا ندمت اللي ضيعت دقيقه من حياتي في التفاهات وطبقت هذا البرنامج وخرج عليا والحمد لله، وراني غير نزيد ندير فيه ونعاود مع المداومه على قراءه سوره البقره. وادعوا لي البنات، خصني دعوه صادقه من عندكم، ولكل من دعا لي بدعوه صالحه له بالمثل.